السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل شوي واحد من الشباب متصل فيني يقول لي سيف أنا نصب علي، يسولف وهو منطر من الضحك مع أنه منصوب عليه ودافع مبلغ. يقول أول مرة في حياتي حد ينصب علي وبطريقة، يقول مت من القهر لما عرفت أنه صح النصب علي. يقول دخيلك نزل نبه الناس لأن هاليومين هالحرامية حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، والله قاعدين ينصبون بطريقة أنا يمكن راح أطيح في الفخ لو ما هالريال الطيب نبهني. شاف فيديو إعلان بيع أجهزة إلكترونية، مكيف 3 طن، تخيل 3 طن على 1800، تلفزيون ما أدري 90 بوصة على ما أدري 1000 درهم. يقول تخبلت، مو بهني المشكلة، الإعلان حقيقي، الإعلان من شخص موثوق ومعروف ثقة والناس يشترون من عنده وهو مغمض. ولكن شو يسوي هذا الحرامي؟ من برا طلع. هذا أنا دخلت حسابه، أعطاني الحساب قال لي سيف ادخل وشوف. دخلت الحساب ولا الحساب كله مقاطع فيديو، إعلانات أثاث، إعلانات أجهزة إلكترونية، سيارات. شو يسوي الحبيب؟ يسرق الإعلانات الحقيقية من الناس اللي شغالين بضمير ويعرضها عنده بالحساب، لا ويحط أرقامه فوق الشاشة، حتى يوم تدخل حسابه بتشوف الإعلانات حقيقية، ولكن تشوف وايد كتابات على الفيديو لدرجة انك انت حتى الفيديو ما تشوفه عدل من كثر الكتابات اللي حاطينها فوق، لانه قاعد يغطي على الاعلان الحقيقي والارقام الحقيقية. يحطي الكلب، يحطي حسابه، استغفر الله قلت كلب بس لكن من القهر. ويقول انا دفعت له المبلغ واكتشفت للأسف نفس هالطريقة، يعني مثل هالحرامية ما تقدر تزخها الا بعد ما تدفع، عقب تكتشف انه قص عليك. وفوق هذا يحطي لك اسم محل معروف، مثلا حاط لك اسم محل الكترونيات معروف في راس الخيمة، بس علشان يحسسك بالامان. وانت بتشوف الفيديو، مثلا انا عارض موتري للبيع وحاط ارقامي، كل حد بيشوف المقطع والله سيف هذا نعرفه، يلا خلنا ندخل عليه في الواتساب وانا بطلب منك والله تدفع لي قبل. ولا الحبيب ماخذ الفيديو مالي وحاط رقم تليفونه، وانت تدخل واتساب وتدفع له وانت على بالك انا، والريال برا على البلاد. نفس الشيء صار لصاحبنا، دفع مبلغ المكيف واكتشف باليوم الثاني وتأكد انهم حرامية حسبي الله ونعم الوكيل من دولة عربية، حتى في رمضان المسلمين ما سلموا منهم. انا حذركم، صح ان المقطع حقيقي، اعلانات حقيقية، ولكن احذر من الاعلان اللي فيه وايد كتابات على الشاشة، هذا حرامي. بشكل عام لا تشتري شيء